قدرت ثروة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه ب30 مليون درهم و150 ألف دينار، معها 1000 من البعير، وصدقات ب200 ألف دينار، هذا غير الأصول من بيوت وغيرها. ولما سئل عن سر غناه قال: كنت أعالج وأنمي، ولا أزدري ربحا، ولا أشتري شيخا، وأجعل الرأس رأسين. نصائح استثمارية من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: كنت أعالج، يعني أستمر حتى مع الإخفاقات، فالمصائب في التجارة واردة، فإن جاءت مصيبة أعالج وأستمر، ولا أنقطع عن العمل على المشروع. وأنمي، يعني عندما أجني الربح أستهلك القليل وأستثمر الباقي. ولا أزدري ربحا، أي حتى ولو كان السوق والشراء ضعيفا، فإنه كان يحرص على تدوير البضاعة وتصريفها حتى لو بربح قليل، لأن تدويرها أنفع من تكدسها انتظارا للربح الأعلى. ولا أشتري شيخا، يعني لا يستثمر في أي بضاعة انتهى وقتها وأوان رواجها من السوق، بمعنى انتهت موضتها. ولا يستثمر في شيء قديم متهالك، شبهه بالشيخ، لأنه لا مستقبل له وانقضى نفعه، بل يركز على الأشياء التي لها مستقبل طويل المدى. خامسا، وأجعل الرأس رأسين، يعني عندما يستثمر في بضاعة كان يشتري شيئين بثمن أقل، بدل أن يشتري شيئا واحدا بثمن كبير لينوع المخاطر. فإن أصاب جزءا من الاستثمار خسارة، يبقى الجزء الثاني وهو ما يعرف اليوم بعدم وضع كل البيض في سلة واحدة.